حصل ما حصل واحتلت ديارنا وبلادنا وصحراؤنا وهضباتنا ولم نستفد من الدرس بل قست قلوبنا وساءت أحوالنا واجتهد أعداؤنا في القضاء على البقية الباقية فينا ولم يجدوا سلاحا أفتك فينا من الكأس والغانية، وسلطوا علينا عباد الدرهم والدينار من أصحاب الشاشات والقنوات. ووالله ما تتناقله وسائل إعلامنا من موسيقى وألحان ودعوة إلى الخنا والفجور لأكبر شهادة على وقاحة هذا الإعلام وخيانته، وأنه أكبر عميل للأعداء. وها هي ثمرات التربية الإعلامية الخائنة تظهر لنا في كل مكان. لقد ربوا لنا أجيالا لا نعرف من إسلامها إلا الأسماء، أما الأشكال والهيئات فلقد قلدوا وتشبهوا بالكفار. ربوا لنا أجيالا هجرت المصاحف والمساجد وتسجد عند أقدام المطربات والراقصات. ربوا لنا أجيالا بدلت الخنادق بالمراقص وبدلوا البنادق بكؤوس الخمر المترعة. ربوا لنا أجيالا تعيش على اللمسات الحانية والنغمة الهادئة والصاخبة. وما أكاديمي ستار إلا ثمرة من ثمرات جيل الموسيقى والألحان. فماذا تنتظرون من جيل الموسيقى والألحان وجيل أكاديمي ستار؟ هل تريدون من هذا الجيل أن يحرر الأقصى أو يسترد الجولان أو أن يطرد الغزاة من العراق؟ كلا، هؤلاء سيكونون قنوات لعبور العدو وألعوبة في يده وعبيد يشتاقون لمن يمسك بخطامهم. لن ينصروا قضية ولن يطلبوا حقا ولن يمنعوا دياثة ولن يحفظوا شرفا ولا كرامة. أمثال هؤلاء سيسلمون للعدو مفاتيح الحصون الأخيرة من حصون الإسلام، وسيرقصون معهم على الأوتار والألحان، بل سيتبادلون معهم الكؤوس وسيلعبون معهم القمار. نعم، هناك منافقون وعملاء ومنبطحون ومطبلون، لكن لم نكن نظن أن لهم مشجعون بالملايين ومتابعون لا يحصي عددهم إلا الله. يا الله، وصلت مجتمعاتنا إلى درجة من الدياثة حتى تعرض القبل والرقصات والضم واللم، بل أكثر من ذلك، على مرأى ومسمع من العالم وعلى الهواء مباشرة. يا الله، أين مبادئنا؟ وهل حقيقة نعي وندرك ما يجري حولنا؟ إذا مات الإسلام في قلوبنا فأين نخوة العربي الأصيل؟ ألهذا الحد تخنث الرجال؟ ألا وأسفا على الدين وأسفا على الرجولة. أقسم بالله العظيم أن مجتمعا يتربى على مثل هذا فلا خير فيه ولا يستحق البقاء، ولا يرجى منه يوما أن يغار أو يفزع للإسلام. وبذلك يكون اليهود وعباد الصلبان وعملاؤهم قد نجحوا في تغريب مجتمعاتنا وسلخها من هويتها، فلا دين ولا عزة ولا حتى أدنى كرامة. إنهم يمزقون الفضيلة وينحرون الحياء والعفاف. عروض يومية مسموعة ومرئية ومشاهد حقيرة وساقطة ومائعة يراها كل شبابنا وبناتنا لتزرع في نفوسهم أبشع صور السقوط والانحطاط. ومع التكرار والاستمرار تصبح الرذيلة أمرا طبيعيا في حياتنا، وتصبح الفضيلة في حياتنا تخلفا، ويصبح الحياء عقدا نفسية، ويصبح العفاف والطهر والستر رجعية وغباء. ولا زلنا نقدم لهم التنازلات علهم يرضون عنا، فهل سيرضون؟ أنا أقول لكم، متى سيرضون؟
لن يرضوا حتى تدخل الفاحشة والرذيلة كل بيت، ولن يرضوا حتى يرتكب الزنا في الطرقات والحدائق بل وعند أسوار المساجد. والله لن يرضوا حتى يقول الأب لابنته لا تتأخري مع أصحابك وانتبهي لا تجلبي لنا ذو الوعاظ. تدرون متى سيرضون؟ سيرضون إذا تحول المسلمون جميعا إلى يهود ونصارى وكفار، وما أظنهم سيرضون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير.